السلام عليكم. أثار الأكاديمي المغربي عبد الحق الصنايبي غضبا واسعا ضده بعد تشبيهه العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصنايبي في تغريدة على تويتر: سبحان المعز المذل، وسبحان من أعز أمير المؤمنين الملك محمد السادس. إن أرادوا استهداف الإسلام نشروا صورة مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتابع: وإن أرادوا استهداف الإمبراطورية المغربية الشريفة نصروا صورة مسيئة للملك محمد السادس، مشيرا إلى الجزائر. فسبحان مع من جمع أمير المؤمنين مع جده المصطفى في التعظيم وحتى في الإساءة. وبعد ساعات على نشره تغريدته التي اعتبرت على نطاق واسع مثيرا للجدل ومستفزة، وجد الأكاديمي المغربي نفسه ضمن حملة غضب واسعة ضده. واستهجن كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي التشبيه الذي ضربه الباحث المغربي. وكتب أحد المتابعين في تعليقه على المنشور: فتيحة أكثرت الضوضاء، فشبهت أمير الشواذ المدمنين برسول الله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، إن لم تستحي وقل ما شئت. وعلقت جزائرية قائلة: جابوا شجرة كاليتوس ولا الخروب وجردوها من أوراقها وحطوا كل مكان كل ورقة اسم على أسماء المهابل من عائلات الخوامس والسوادس والسوابع، وقال ليك إحنا أحفاد رسول الله ومن ذريته الإمبراطورية الشريفة التي عمرها ما كانت شريفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فيما كتب آخر: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو مفهوم النفاق. وقال مغرد آخر: سبحان الله، المجانين كان مكانهم المصحات العقلية أو التشرد، الآن يملكون حسابات موثوقة في تويتر تقارن من قال عنه رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم مع إنسان سكير. وتابع مغرد آخر: حتى الذين كان قدرهم أن يعيشوا ويقطنوا بأطهر أرض الحرمين لم يتجرأ أحد منهم ويقول ما يقولونه هؤلاء السفهاء. كيف لا وهم يشبهون أكرم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام بملك شاذ وينسبونه لآل البيت وآل الله قوم سفهاء وجهلة. وتأتي تغريدة الصنايبي بعد عام تقريبا على مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله محمد السادس يتجول بأحد شوارع باريس، وقد بدت ملامح الثمال عليه، حيث كان يتداعى بين مرافقيه حتى كاد يسقط أرضا.